السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده نتكلم عن عالم البيون الازرق، عن قبض الدماء، عن مكان كوكو المفضل بعد الافرود. عزيزي، هنتكلم النهارده عن الميست، وخلينا نبدأ. الميست هو تقريبا اكتر مكان بيكسب في اللعبة من ناحية البي في بي، واكتر مكان بيدي فيم بالنسبة لشخص مبتدئ في اللعبة. هو تقريبا بيكسب من ناحية كل حاجة حتى الجاذرينج. عزيزي، الميست هو كنز لو انت وحيد في اللعبة، وكنز لو بتحب البي في بي والرات. وانا بقى جاي اعرفك ازاي تعمل كل ده، بس انت تعمل لايك والاشتراك اللي بيفرحني. وشكرا جدا 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 على 200 مشترك، بجد شكرا. دي خطوة كبيرة انا خدتها بسبب ربنا ثم انتوا، فيعني شكرا جدا بجد، شكرا قوي. بس كده يا عزيزي، يلا نبدأ. وهنبدأ بازاي تكسب فين من الميست. الموضوع ابسط مما تتخيل. انت دلوقتي يعني شخص لسه بادئ اللعبة، قدرت تلبس بيلد تير 4 ايا يكن هي ايه البيلد، بس انت قدرت دلوقتي تلبس البيلد دي، فانت تدخل الميست في اليلو زون، اللي هو اليلو ميست. وانا ليه بقى ادخله؟ هو انت مش قلت ان السولو دانجن احسن حاجه في البدايه يا عم كينج؟ عايزي، هو انت تقضيها سولو؟ زائد السولو مش هيعلمك البي في بي، ما عدا في حالات كده هنتكلم عنها في المستقبل يعني ان شاء الله. بس المهم ان الوحوش في الميست بتطلع من 1500 ل 3500 فيم، ده غير ان في حاجات بتظهر بتوقع اكتر من كده بكتير جدا. بس يعني المهم لو انت حسبتها على 1500 فيم في الموب، فانت لو قتلت 100 موب، وده رقم قليل على فكره، هيكون معاك 150 الف فيم. يعني النص ساعه او الساعه اللي هتلعبها في الميست تمام ب 150 الف، يعني تقريبا ممكن تجيب المليون فيم في يوم لو انت قضيتها يعني لعب قلبي وكده وكونتنت. وعايزك تفتكر ان ده كله في اليولو زون، وده كله انت لوحدك كمان. بس يا عم كينج انا محتاج فلوس، انا مش كل حاجه فيم يعني. هقول لك يا عم، الموب في الميست بيوقع فلوس كتير اكتر من الاوبن وورلد بكتير قوي. يعني تقريبا الموب بيوقع من 650 سيلفر ل 2000 سيلفر، وده المتوسط. في موبات بتوقع اكتر من كده وفي اقل. زي بقى هنا في حاجه اسمها الكامب، ودي اماكن بتظهر في نص المكان. اول ما بتدخل فيها بتبقى بي كي لو انت مريت جنبها، ويعني لما تدخل تقتل الموبس اللي فيها وتخلص التارجت المطلوب منك اللي على يمين الشاشه، بيكون في شيست. هو نسبيا كويس شويه، بس مشكلته ان نادر ما بيطلع حاجه حلوه في البلاك، فما بالك باليلو، فهو مش احسن حاجه في كده في الميست يعني. فكده اليلو ميست مش احسن حاجه في السيلفر، بس احسن حاجه من ناحيه الفيم. وكده خلينا نروح للي بعده، وهو الجاذبنج. الجاذبنج انا شرحته هنا في الفيديوهات دي، عشان لو مش فاهم يعني ايه جاذبنج تروح تبص عليها الاول وترجع لي تاني. بس عموما الميست فيه كل الموارد حرفيا، خشب، جلد، حديد، قطن، حتى فيشنج موجود. وناوي اتكلم عن الصيد بس مش دلوقتي، لما اتاكد من شويه حاجات عموما، وهو يعني هل هو لسه متاح وبيجيب فلوس ولا لا، وبتكلم عليه في فيديو تاني لوحده. بس عموما نكمل كلامنا. وهو انا لو عايز تسبك التول بتاعت الجاذبنج بسرعه، روح الميست. ليه؟ عشان هو سيف وفي موارد كتير مش قليله زي الاوبن وورلد. ده غير ان انت نسبه انك تلاقي حد بيجزر معاك هناك قليله جدا وشبه معدومه تقريبا. والاوبن وورلد ممكن عيل بيض يجي يقتلك وانت في اليلو يوقعك نوك، يعني عشان هو بيض، مش عايز اللي ادبي حاجه كده بواخه، اللي هو يجي كده يقتلك، اللي هو انت هتكلح يعني. طب امك كانت بتوحم على ايه عشان تيجي تعمل حاجه يعني؟ ماسك لساني بالعافيه، ماسك لساني بالعافيه. ما علينا المهم، فان حاجه زي دي تحصل صعبه. وحاجه تانية، يجي برضك نفس العيل البيضه، ممكن عيل بيض اكتر منه بقى كان بيتوحم على بيض تنانين نسبك. يعني ممكن تيب مثلا ايه 200 ولا حاجه في الحديد، وانت لسه يا عيني تيب 3 بتاخد الحاجه دي يا دوبك بتدب البتاع فيها كده، تلاقيه هو مسح الخريطه، فاهم؟ اخد كل حاجه في وشه، وانت واقف مكان كده يا عيني. والله ما ده ايه اللي يا جماعه، ايه اللي طب هو مسحها ازاي؟ فاهم؟ انت مش مدرك ايه اللي حصل. ما علينا عموما، ده الجاذرنج هناك. والجاذرنج هناك يعني احسن بكتير جدا جدا من الاوبن وورلد. فانا بالنسبه لي، عايز تجزر وعايز تسبيك كتير 4 في كله، روح الميست. هتستريح جامد جدا، وهتسبيك كله. بعد كده بقى روح البلاك وجزر هناك زي ما فهمتك في الفيديو ده تاني. هقول لك لو مش فاهم الجاذرنج روح الفيديو ده وهتفهم كل حاجه عنه. المهم نكمل. البي في بي في الميست، في اليلو ميست يعني، بيكون انك بتقع نوك وبتطرد بره الميست تمام، وبترجع عادي تصلح حاجتك وتكمل وهكذا. بس في البلاك الميست بيبقى حرفيا يعني الفرق بين البلاك ميست واليلو ميست زي الفرق بين الجنة وجهنم. وطبعا جهنم هنا هي البلاك ميست. ليه بقى؟ اول حاجه البلاك ميست مكان مرعب، عشان كل اللي فيه بيدخلوا عشان البي في بي، وبيلبسوا حاجات غريبه. يعني مثلا 3 6 8 3 8 4، تقريبا 80% من الناس اللي بتخش هناك بتكون لابسه حاجات في الرينج ده، وكلهم داخلين عشان البي في بي. فانك تدخل تجزر هناك صعب قوي، اللي هو اكيد هتموت لو دخلت
يعني عشان الفيم او البي في اي عموما، فلازم تلبس بيلد تكون بتعرف تجري بيها، عندك موبيلتي كبيره جدا انك تقدر تجري بيها، او البيلد يكون عندها موبيلتي ان انت تعرف تهرب بيها. فالمكان هناك صعب قوي بالنسبه لشخص لسه بادئ اللعبه او مبتدئ عموما في البي في بي. لكن البي في بي هناك مفيش احلى منه. ليه؟ عشان ممكن تجيب بيلد بات وتستنى اتنين يفايتوا بعض، واللي يعيش فيهم تنزل تقتله وتاخد كل اللي معاه. معظم الناس اللي هناك بتعمل كده. واحسن بيلد البات هي بيلد البلاد ليتر، كنت اتكلمت عنها هنا. والميست بيظهر في مخلوقات يعني زي دي بتوقع حاجات نادرة قوي، تمنها بيبدأ من 3 مليون. وكمان في دانجن بيظهر اسمه النايت ابي، لما بتدخل بيكون عبارة عن اوض بيبقى عبارة عن اوض ورا بعض، كل اوضة فيها وحوش وجايزة. لو قتلت الوحوش اللي في الاوضة دي تاخد الجايزة يا اما بيبقى باف بيساعدك تكمل باقي الاوض، يا اما بيبقى شيست ممكن يطلع لك فيه حاجة حلوة. فعموما يا عزيزي البلاك ميست احسن مكان لبتوع البي في بي والرات، ولو انت حريف هرب فتقدر تعمل فيه بي في اي. بس الجزر هناك ما انصحش حد يعمل كده، عشان بيلد الجزر هتخليك سكويشي شويه، والبيلد بتاعت الجنجر هناك تبقى عاليه، فطبيعي من اقل كومبو هيقتلك. فعلى ايه تخسر 500 الف او مليون على الفاضي؟ فانا رايي الشخصي في حوار الميست ده خليك في اليلو، وخليك في اليلو ده للناس ايه الجداد، للناس الجداد. وغير كده السن اي حد عايز يجزر يروح الافارود تلقائي على طول، روح الافارود. بس ادعي انك ما تلاقيش كوكو في وشك. ولو انت يا عم قديم وحبيب بي في بي، فانا يعني انصحك تطور من نفسك عشان تعرف تدخل الميست ده وتأدي فيه، لان الميست اكتر مكان هيكسبك ويخليك تظهر وتبقى من اغنياء البيون. ولو انت يا عزيزي مش بتاع بي في بي وعايز تبي في اي او تجزر بس وتلعب اللعبه على الهادي، فانا اتكلمت في الفيديو دون والفيديو دون عن الحوارات دي، فشوف انت عايز تعمل ايه. وادي الفيديوهات اهي كلها، بحاول على قد ما اقدر اشرح كل حاجه في اللعبه واغطي اكبر مساحه معلومات ممكنه عن اللعبه. وكل اللي طالبه منك تقدير، قدر تعبي وشايف الفيديوهات دي، واعمل لي الاشتراك اللي بجد بيساعدني جدا وبيفرحني جدا، والكومنتات بتاعتكم بجد بتبسطني قوي وبتشجعني ان انا استمر. واللايك على الفيديو ده عشان كل فيديوهات قلبي انا خدت بالي ان ريتشها عالي يعني وكده. ولا اللقاء يا عزيزي وهتوحشني.